السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا آيات كثيرة أيضا تبين شأنهم وتذكرهم بالخير وتدعو المؤمنين إلى اتباع الطريق الذي سلكوه. وهكذا شأن أتباع الأنبياء السابقين كسحرة فرعون الذين آمنوا بموسى عليه السلام بعدما تبينت لهم الآيات، فالله تعالى يذكر موقفهم قبل الإيمان وموقفهم بعد الإيمان. قبل الإيمان مثلا: أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، هكذا قالوا لفرعون. ولكن بعد ذلك بعدما هددهم فرعون بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتصليبهم في جذوع النخل، ماذا قالوا؟ فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يعد لهم هم في الشهرة أو في المال أو في رضا الناس، وإنما باعوا أنفسهم، باعوا حياتهم لله سبحانه وتعالى، ولم يبالوا بما يصيبهم من أذى لقاء ذلك، لأنهم كانوا يريدون ما عند الله: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هذه مواقف يذكرها المولى تعالى للناس، للمؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتبهوا لهذا الأمر، أنهم مثلنا أو نحن مثلهم، لم يكونوا معصومين، ومع ذلك جاهدوا أنفسهم، قاوموا الإغراء، تجاوزوا المحن حتى استحقوا ثناء الله تعالى عليهم وتزكيته لهم. فإذا ترجمة الإيمان ترجمة عملية في الواقع ممكنة حتى ممن يحيط به الأعداء، ولكن الأمر مع ذلك يحتاج إلى توفيق الله تعالى وعنايته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لكن على العبد أيضا أن يتعرض لرحمة الله تعالى، أن يسلك طريق الهداية حتى ينال هذه الهداية من الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.